زوجي يشتغل بقطاع خاص وينتقل من فترة لفترة لشركة ثانية، يدور على الأفضل من ناحية الدوام والراتب. المهم قدم في شركة وقبلوه، لكنهم قبلوه في منطقة ثانية مو في نفس المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. طبعا أنا ما قدرت أنقل معاه وجلست عند أهلي وجلسين نقضيها يوم الجمعة مع بعض. مرة من المرات جلس يحاول يقنعني إن هذه المرة أنا اللي أروح له مو هو اللي يجيني، وأجلس معاه يومين بحكم إن الشركة اللي يشتغل فيها وموفرين له غرفتين بنفس العمارة اللي فيها الشركة. وكنت رافضة أروح صراحة، لأن مستوى النظافة في الغرفتين هذه لكم عليها شوية ومقدرة الظروف. المهم جلست أقنع نفسي وقلت يومين يا شيخة ما بتضر، خليني أروح. ويا ليتني ما رحت ولا وافقت. وصلنا الشقة المنحوسة بالليل ونمنا وريحنا من عن الخط، ويجي الصباح الجميل ويقوم زوجي للدوام ودخل دورة المياه وانت بكرامة. شوية اللي أسمع باب يدق، قمت زي الهبلة خايفة من اللي يدق الباب. كنت أمشي بشويش خايفة لأن زوجي معاه مفتاح. شوية طلع صوت الدق من باب الحمام، أصيح على زوجي أقول له إيش فيك؟ يقول لي باب الحمام تقفل عليا، حاولي فيه معايا افتحيلي. أنا وقتها جلست أضحك، هو يضحك، كان معصب ما كان يبغى يتأخر على دوامه. المهم جلسنا نحاول تقريبا نص ساعة ما في أي نتيجة ولا أي فايدة. قال لي زوجي اسمعي دقي على الدفاع المدني. دقيت عليهم وما كنت عارفة أوصف المكان ولا كنت أعرف شيء. حاول يساعدني الموظف لكن للأسف. وقمت أسأل زوجي عن الوصف، قال المكان الفلاني معروف بذي المنطقة. الموظف رد علي وقال ما في اسم بهالمنطقة. بهذه اللحظة ما أكذب عليكم بدأت أتوتر وبدأت أخاف للأمانة، كنت شوية وحبكي. قفلت من الدفاع المدني وزوجي قاعد يتحسب، قال جيب الجوال وخليه على وضع السبيكر ودقي على صاحبي إبراهيم بكلمه من وراء الباب. قلت طيب. دقيت على صاحبه ورد علينا، ولا صوت زوجي مو واضح، يكلمه في الحمام من وراء الباب أكيد ما راح يكون واضح. والرجال طول المكالمة ألو ما أسمعك في صدى في صوتك يا هوه. وطفش الرجال وزوجي تقطعت حبال الصوتية وهو يصارخ. المهم بعد 10 دقايق قال دقي على صاحبي إبراهيم وانتي كلميه. ترددت وجميع الأبواب مقفلة في وجهي. قلت أسمع برسل له رسالة، كل مجنونة انتي تبغاني أتنقع في الحمام؟ كلميه بسرعة. دقيت على صاحبه قلت ألو لو سمحت أنا زوجة سعد، وسعد تسكر عليه باب الحمام. ودقيت على الدفاع المدني وما عرفت أوصف المكان، فدق أنت ووصف لهم المكان. تخيلوا إيش رد علي؟ قال سعد بالله كب أمك